سدوا الاخرام اللي في النص عشان بيطلع منها تعابين. اقفوا جنب بعض. انا بتكلم جد مش كلام انشا. اللي بيحصل النهارده من اخطر ما يمكن ومش لازم يتسكت عليه. وانا بطالب كل زمايلنا في الاعلام حتى لو في اي حاجه يقول معلش. طب نتفاهم. طب نشوف ايه الحكايه. في حرب، في دم. المساله مهمه، المساله محتاجه بس انا بقى ايه، هو مش هروح لعادل امام اقول له عم عادل النبي ايه هات لنا بيان. يا معانا الزعيم عادل امام. اهلا بيك يا فندم. اهلا يا عمور، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك وصلك طبعا الناس لك كلام عن موضوع اليمن. وعاش اليمن العظيم وعاشت امتنا العربيه، ورساله تتسرع بارسال فلذات اجباد مصر لحرب اليمن وكلام كده. وطبعا الدنيا مقلوبه عليك والناس فاكره ان انت اللي كاتب الكلام ده. انا قلت لهم عادل امام بيصور ولا ليه دعوه بالموضوع ده خالص نهائي. بالعكس انا مع السعوديه قلبا وقالبا يعني. مع السعوديه. طبعا، امال ايه يعني. انا بس بعيدها عشان يسمعها الهبل اللي قاعدين على النت. لا 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 لا، بالعكس بالعكس. وانا سعيد جدا بالاتحاد العربي اللي حصل ده، يعني ابتديت احس بالقوميه العربيه من جديد يعني. ما هي دي اللي كان نفسنا فيها، ان الناس تقف جنب بعض يا عم عادل. على المنطقه كلها يا عمرو. فانت حضرتك بتقول لي ان انت مالكش تويتر وما كتبتش حاجه ومفيش اي حاجه ليها علاقه بالموضوع ده نهائي. طب انت جالك حد بيسالك قالوا لك الحق يا استاذ عادل ده مكتوب على لسانك كذا؟ بس اكيد ده حصل على لسانك كتير قبل كده. ما حصلش حاجه خالص. انا ما عرفتش غير من الاخوه اللي هم المساعدين بتوعك اللي كلموني قالوا لي ده حصل كذا، والاستاذ عمرو يعني يا ريت تعمل مداخله معاه. قلت لهم قوي عشان اصحح على الموضوع ده، لان ده موضوع اصلا مش سهل يعني. دي قله ادب يعني، والناس بتتكلم كلام فارغ يعني ما يصحش. طب استاذ عادل، اولا اهلا بحضرتك. يعني بتفصل، هو الموضوع ده حصل مع حضرتك ومع الكاتب الكبير الاستاذ هيكل. هنا حضرتك عندك تفسير ليه استغلوا اسمك واستغل الاستاذ هيكل في مساله ضرب العلاقات او توتير العلاقات بين الدول العربيه وبين مصر والسعوديه بالذات؟ والله ما اعرفش. انا ساعات بلاقي حاجات كده على لساني انا لا عمري قلتها ولا كتبتها ولا اي حاجه. ما عنديش فكره. ما بيزجوا باسمي ساعات كده في حاجات غريبه يعني. هم لو كانوا معانا في الشرق يا عم عادل ويشوفوا قد ايه الشعوب العربيه بتحبك واهلنا في الخليج طبعا. وحاكم الشرق لما كان معانا والحوارات اللي بينكم في السعوديه، وانا واثق جدا ان الشعب السعودي بيحب عادل امام جدا. وانت بتحب الشعب السعودي طول عمرك. انا بحب الشعب العربي كله. انا قومي عربي يا استاذ. طبعا طول عمرك. طول عمري يعني، مش محتاجه كلام يعني. استاذ عادل امام فخور بمصريتي زي ما فخور بعروبتي يعني. الزعيم عادل امام بنشكرك شكرا جزيلا. جينا جبنا لكم عبد الله السناوي اللي بيبقى قاعد مع الاستاذ هيكل على طول بيشوفه كل يوم. والحمد لله زملائنا عرفوا يجيبوا الزعيم عادل امام عشان الكلام ده. ادي الجمل وادي الجمال. فين بقى الكلام؟